السلام عليكم. أكيد أن المتتبعين ديال البطولة الوطنية غادي يلاحظوا واحد الظاهرة اللي ولات في هذه الأيام القليلة الماضية، وهي هجرة اللاعبين المغاربة إلى الدوري الليبي. أكيد أن من بين الأسباب في هاد الظاهرة هذه، أولا أن الدوري الليبي مازال ما غلقش سوق الانتقالات الشتوية ديالو، حيث هما محددين 17 فبراير هو آخر يوم باش أنه يتغلق سوق الانتقالات. السبب الثاني هو الأزمة المادية اللي كتعيش فيها الأندية المغربية. يعني في الوقت اللي كنهضروا على المونديال وعلى تحسن في البنية التحتية، كنشوفوا أن الأندية المغربية مازال كتعاني من مشكل مادي. يعني ملي كتلقى لاعب في فرق مرجعية، مثلا الرجاء أو الوداد أو الجيش أو أولمبيك أسفي، كنلقاو لاعب مازال كيعيش مشاكل ديال أنه يتخلّص، وداخل في نزاعات مع الفريق، وكيجيه فريق من الدوري الليبي كيعرض عليه واحد المبالغ اللي هي ضخمة. راه أرقام اللي كتهضر على 500 مليون 800 مليون، فأكيد أن اللاعب غادي يفضّل أنه يمشي يلعب في واحد الدوري اللي هو على الأقل مستقر ماديًا.